بعد الحادث محمد، انا حتى يمكن ما اعرفش اسمك محمد ايه؟ محمد محمود. يمكن كانت التصوير في البدايه كان صعب ان احنا نصور معاك ونسجل معاك، بس احنا النهارده جينا لك يعني علشان نطمن عليك. الحمد لله على السلامه محمد. يعني طبعا الدكاتره طمنونا عليك وانت اطمنت على نفسك، الحمد لله يعني الامور تمام. رمضان، انت ندمان على اللي حصل؟ طبعا لأول مرة تحصل، أول مرة أخش مركز وأول مرة يعترض على النيابة ويسأل سيادتك شوف تحريات، يعني أول مرة في حياتي. حتى كنت مرعوب وكنت يعني، بس خلاص فاض بيا الكيل، فاض بيا يعني الشخص بدافع عن نفسي، بحوش بقول له لا يا ابني من حلاوه ودي، وحط لنا المطبخ والفرش بتاعه خده 3 اوض والدهب والحاجات دي وخلاص وتنزل. نحتكم لناس عقلاء، بقول نحتكم لناس عقلاء، اللي يقول عليا عشان الدولة الصلبة دي الارهابي يموت معاك في مستشفى بعرسك عليه. شفت ازاي؟ الصبر حلو يا عم. انا عايزه احكي ابني، الزمالات كلها بتكون في الدوله والراجل بيقول اللي يعمل حاجه ينتبه. انا عايزه احكي ابني. شفت ازاي؟ ما مش هو شهيد. انا اجي اضرب والدتك واختك في البيت وانت مش موجود. استاذ رمضان يعني استاذ رمضان مش مره، دي رابع مره بقى. استاذ رمضان احنا صورنا وعرفنا التداعيات ومالناش دعوه. انا بسالك سؤال، وانت موظف في مستشفى حماية الامجاد المركزي صح؟ صح كده؟ موظف فين؟ فن تغذيه. متعارك مع بنت اختي في المستشفى. طيب هو قال في تصريحاته ان هو بنت اختك ضربته بالسكينه الصبح دي في البيت عندنا. تمام، يعني هو كان جاي يعمل كشف حكيم. كشف حكيم، هو اتهجم عليهم في البيت وانا مش موجود. هي جايه تعمل كشف طبي. هي اللي جايه تعمل كشف طبي؟ جايه تعمل كشف طبي ووقع في دفتر الكشف الطبي. انت شفت بعينك ان هو ضاربها؟ لا، هم جايين يعملوا كشف طبي. تمام. ايوه. هو محمد ولا بنت اختك؟ هي حكت لي، قالت لي هو اتهجم علينا يا بابا هي بتقول لي يا بابا عشان انا اللي مرباها. تمام. وتهجم عليها في البيت واحدث بقى اصاباته في البلد كلها شاهده، يعني شهود كتير انهم متهجم عليهم بسكينه وبدل الشهداء 10 موجودين. تهجم عليهم في البيت، ودي رابع مره يعمل الحركه دي. وحاولت اتصل بالمباحث سيادتك ينقذونا من الشخص دي، المنشاوي باشا ورئيس المباحث يقولوا مش انزل اعمل محضر تحت وتنزل الجنح. يعني استغثت بهم كذا مره. المحامي العام الوكيل النيابه ازاي يقول لي واحد قاتل واحد وفي مستشفى عام وهو شغال في المستشفى، يقول له روح اتصالح معاه بس موقفك واحد. هو شغال على المصطبه ولا ايه؟ انا مش فاهم. انا هو ضربني قدام الناس وهي ضربتني قدام الناس، بس انا عايز حاجه بالقانون على المصطبه زي ما هم الوكيل النيابه بيقولها بقى على المصطبه. روح الوكيل النيابه بيقول كده الكلام ده. مش عارف. انت تعتبر ويطلع ويجي شغله وعينك وتلجس لي من ما هو اتلجس لي من على الشباك. انا واقف في الشباك والشباك يمة بتلجس لي. يعني ايه تتسمى ايه دي؟ انا عشان مريض وكده ماليش اخوات هنا دلوقتي مسافرين. مر عليهم وتهجم عليهم. طيب احكي لي الواقع بس في المستشفى هنا. الواقع هنا في المستشفى لما اجي بقول لبنته قلت لها هسه كده في ايه؟ قالت لي محمد ضربني وتهجم علينا في البيت. بات مغلوب، بس انا هو ضربني قدام الناس وهي ضربتني قدام الناس وعورني. تمام. كنت بمشي في اجراءات الكشف الطبي عشان انا كنت يعني ماسك الكشف الطبي قبل كده ماشي في الاجراءات. تمام. طلعت بقول له ليه كده يا محمد بتاع ما خبطني بالشلوت كده ومطلع مطوب وعايز يضربني بيه. اكتر من حق ابني دمه ما يروحش هدر ابدا. حرام. خلاص هطلع النهارده. البلد نطفي، بس البلد لسه ما نطفتش من الاخوان ولا الظلم. احنا ناس محترمين ولا بنغلط ولا هي اشتكتني.
والمباحث جت لي بالليل، والمباحث جت بعدها باليوم للراجل والولد، واحنا مش بتوع شكاوى بتوع اي حاجه، الناس بقى تقول اعملوا قواضي، احنا مش بتوع قواضي. يجي ابني يندبح في المستشفى وانت عايز تشتغل في المستشفى. حرام. كلمه كده من حضرتك، انت شايف ايه يعني؟ انا عمه الكبير. تمام. انت عم محمد؟ عم محمد الكبير. وجيت انا في الشغل، الناس بيقولوا لي ده بتاعي هنا ليه؟ ابن اخوك مذبوح في المستشفى. تمام. انا ما كنتش عارف الواقع. تمام. فجيت لقيت الواقع زي ما حضرتك شايف كده. تمام. مضروب في بطنه. تمام. صورنا معاه قبل كده ساعه بعد الضرب على طول. ومضروب وقت 15 غرزه في رقبته ده هنا. فبساله اللي حصل ايه؟ قال ده انا رايح اعمل محضر في المركز، في المستشفى في المركز. قال له روح تعمل كشف حكيم في المستشفى. تمام. مجرد ما دخلت المستشفى لقيت ده جاي في وشه قام بالسكينه قام ذبحني قدام الدكتور حمد اللي هو مدير المستشفى والكل الموجودين. فانا دخلت الدكتور حمد النهارده لما عرفت الواد اتعرض على النيابه امبارح وطلع براءه. فبقول له يا دكتور حمد احنا بلديات واهل. انا ما بعليش على احكام القضاء ده ماليش دعوه بيه، انا بتكلم على الشق الاداري بتاع مدير المستشفى. تمام. هل مدير المستشفى خد اجراء ضد الموظف بتاعه لما عمل كده؟ من حق مدير المستشفى ان هو ما يبقوش الجاني ومبني عليه في مكان واحد. تمام. حفاظا على سلامه المريض على الاقل. او اللي جاي يزور وعاوز يجامل ممكن تبقى جنيه في المستشفى. قال لما يموتوا بعض يبقى يروح المركز. قلت له ما ينفعش كده يا دكتور. طب مش هقول لك اديله اجازه لانك انت مش في سلطتك ان تجبر موظف على اجازه. انا بقول لحضرتك بس يعني انت خدت اي اجراء اداري ضده قال اطلع اعمل انت عايز تعمله. انا بحاول اصده بها كده قامت لطشاه. اما الغزه اللي في بطنه دي من بنت اختي كان في هجوم عليها في البيت. يعني الخبطه اللي انت ما كانش معاك سكينه؟ لا والله معايا ايه، انا عارف ان هو جاي، يعني انا عارف ان هو جاي المستشفى. يعني هي المطوه اللي كانت معاه تقصد؟ المطوه اللي كانت معاه بدفع عن نفسي بزوق كده قامت لطشاه. قامت ايه لطشاه بدافع. احنا ممكن هنقعد ونصالح يعني مصطبه زي الناس زي الواحد في البلد كلها، بس ما توصلش ان يبقى موظف في المستشفى يضربه بيذبحوا جوه المستشفى. هو ده جاي يذبح ناس هنا ولا جاي مالك رحمه؟ لا طبعا احنا جريمه بندينها وما ينفعش. ده هو ده اللي بقول لحضرتك عليه. تمام. احنا ممكن نحل المشكله كلها مشكله الراجل ومراته. ما توصلش يستعيش بالمعروف. يتفرق بالمعروف. الاف مؤلفه. ما توصلش يا ريس، ما توصلش بالمنظر ده. لا. هذه كل الحكايه. مفيش مشاكل. احنا لا الحمد لله ما بنظلمش حد. احنا عاوزين الحق بس. عاوزين الحق بس. تمام. حاجه وعندنا استعداد اي حد عاوز يقعد في جلسه عرفيه ما بيقولش لا. قضيه ولا حد. بس هو بيقول ان انت اللي اعتديت عليه بمطوه او بسكينه او بقطعه. هي سكينه. انا عارف ان هو جاي وسكينه خباها فين. يعني هو برضه بيقول محمد ان هو تم يعني التليفونات طبعا قالت ان حد بلغك ان هو جاي في السكه وكده. لا والله ما حصلش. اقسم بالله ما اعرف ان هو جاي اصلا. ما عرفش. طب انت حاسس انا في شغل، انا مضى الساعه 8. معلش يا اتفضل. يا تخلص يا ترجع، والله دي كل شيء نصيب. تمام. تبقى قاعد يعني انت على استعداد ان انت تقعد يا استاذ ممدوح؟ مش هاخد حقي. ايوه تاخد حقك برضه باللجنه اللي قاعده كمان. نفسي يا باشا نشوف ناس فوضت لجنه. طيب احنا نطمن على محمد. انا ما عنديش مانع. نطمن على محمد الاول. نطمن عليه بس الاول. وبعدين نقعد. نطمن عليه الاول. وبعدين برضه يا ريس برضه يعني انا مش متخيل ان انا ازور ابني هتلاقي ده في وشي برضه، مش متخيلها برضه. تمام. مش متخيلها يعني. احنا برضه هنطالبه حتى ان هو ياخد اجازه ويبتعد بعيد عن مدير المستشفى ياخد قرار يا ريس. ماشي. مدير المستشفى ياخد قرار يا ريس، ده بسلطته كرئيس شغل اداري، واحنا كلنا موظفين وبنتبع قانون عمل موحد. من سلطه مدير المستشفى كرئيس اداري يتخذ ضده اجراء اداري لحين تحقيق او لحتى الان نخرج من المستشفى. تمام. انا ما امنش عليهم هم الاثنين في المستشفى مع بعض في مكان واحد. تمام. ادي كل الحكايه. شكرا. الف سلام عليك يا محمد. شكرا. طبعا تم القاء القبض عليك. انا ما اقدرش اتحرك، انا ما اقدرش انصرف قبل الساعه 2. لا ما في شغل في عمل. لا يعني انت طبعا تم عرضك على عليها في المستشفى وتم عرضك على النيابه. النيابه اخذت سبيلك. نعم. النيابه اخذت سبيلك على ذمه القضيه؟ على ذمه القضيه؟ ايوه. عموما ربنا يهدي يا عم رمضان وان شاء الله خير. احكموا بوه. انا بحب الظلم ده. اشتكت لي والمباحث جت لي بالليل وما عملتش فيها حاجه. اشتكت جوزي وخلقته بالليل، المباحث خدته بالليل. احنا ولا تجار مخدرات ولا ارهابيين ولا حراميه ولا نصابين.